أهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس علم الأحياء للصف التاسع. درسنا اليوم هو جهاز التنفس لدى الإنسان. جهاز التنفس هو هذا الجهاز عم يتيح لنا استنشاق الهواء المحمل بالأكسجين لحتى نستخدمه بعملية أكسدة الغذاء، تمام، مشان ننتج شي بنسميه بالطاقة. تمام. هلا بنهاية الدرس بتمنى أن تكونوا فهمانين أقسامه ووظيفة كل قسم من أقسامه، تركيبة هواء الشهيق والزفير، وشو هو دور حويصلات الرئوية بالتنفس. أول شي بدي إياكم تاخدوا نفس عميق وتطلعوه، هاي العملية بنسميها بالشهيق، ولما عم نطلع الهواء هاي بنسميها بالزفير. هاي مفهومين أساسيين لازم تفهموهم من بداية الدرس. تمام. هلأ لما عم تعمل عملية الشهيق أنت عم يمر الهواء بممرات 6 واللي هن أنف، بلعوم، حنجرة، رغامة، قصبتان هوائيتان، الرئتين. رح ندرس كل قسم من هاي الأقسام رح نعرف وظيفته بالتفصيل، بس كسؤال لهي الفقرة بيجينا: مما يتكون الجهاز التنفسي لدى الإنسان؟ أو رتب مراحل مرور الهواء بجهاز تنفسي ابتداء من الأنف. أول شي رجعوا خدوا نفس. أول ممر عم يمر فيه الهواء حتى يدخل جهاز تنفسي هو الأنف، فلهيك كاتبين تعريفه بالكتاب واللي هو الممر الرئيسي لدخول الهواء بالجهاز التنفسي. بس هو في طريق تاني لمرور الهواء واللي هو عن طريق الفم، ولكن لا يحبذ التنفس من الفم. ليش؟ لأنه بيكون الهواء الداخل من الأنف بيكون دافئ ورطب ومنقى، مشان هيك الممر الرئيسي لدخول الهواء بالجهاز التنفسي هو الأنف. بعدين بيجي عنا البلعوم. وين ذكرنا نحن البلعوم؟ تمام، ذكرناه بالسبيل الهضمي، بحيث لو حكينا هو تعريفه هو ملتقى الطريقين الهضمي والتنفسي، حيث بحدد الهواء وين مجراه واللي هو الرغامة، والطعام للمري. كيف يعني؟ مثل ما موضح هون بالصورة. تمام. في عنا مجرى طريق الهواء والغذاء، في عنا شي عم يسكر المجرى التنفسي أو الرغامة واللي هو لسان المزمار. تمام. وأخذنا هاد بالسبيل الهضمي، فإذا ما شفتوا الفيديو روحوا احضروا وكملوا الفيديو هون. تمام. لا، بعد ما انتقلنا من الأنف للبلعوم بيجي عنا الحنجرة. الحنجرة رح أعطيكم شرح عليها، بعدين رح نحل أسئلة المرفقة هون. الحنجرة نحن بنسميها صندوق الصوت أو عضو التصويت. تمام. إذا ما هي وظيفة الحنجرة؟ هي عضو التصويت. تتألف من غضاريف. هي الغضاريف بتكون كاملة الاستدارة. تمام، يعني دائرة كاملة. هي الغضاريف موقعها موجودة بالجزء الأمامي من العنق. تمام، إذا تحطوا إيدكم تحت الفك السفلي تماما وبتبلعوا ريقكم تحسوا في شي عم يرتفع وينخفض، هي لسان المزمار. تحته بشوي بيكون في عنا الحنجرة. تمام. هي تعد طريق تنفسي بتضل دائما مفتوحة، ما بتنغلق أبدا. ليش؟ لأن عندها جدران غضروفية. أما لتسمية الحنجرة بعضو التصويت أو صندوق الصوت هي لأنه تحتوي داخلها على مجموعتين من الأربطة الليفية المرنة بنسميها الحبال الصوتية أو الأوتار. هاي الأوتار فينا تشكل الصوت. كيف؟ لما بمر عليها هواء الزفير هذا الصوت رح يتحول لكلام. تمام. كيف؟ عن طريق استخدام الفم. وبيختلف أصوات البشر بسبب إنه بيختلف طول الحبال أو الأوتار الصوتية واهتزازها. هلأ بنشوف الأسئلة شو عم يقولوا. أول سؤال: حدد بدقة موقع الحنجرة. تمام، بجزء الأمامي من العنق. ما هي وظيفة الحنجرة؟ عضو التصويت. على البقاء الحنجرة مفتوحة. ممتاز، بسبب جدرانها الغضروفية. حدد بدقة موقع الحبال الصوتية داخل الحنجرة. كيف يحدث الصوت؟ نتيجة اهتزاز الحبال الصوتية أثناء مرور هواء الزفير عليها. كيف يتحول الصوت إلى كلام؟ باستخدام الفم. للاختلاف أصوات البشر بسبب اختلاف طول الحبال الصوتية وتواترها من إنسان لآخر. على الحنجرة وهي عضو التصويت لاحتوائها على الحبال الصوتية.
هلا خلينا نقارن أنا وياكم بين الصوت العالي والصوت المنخفض. الصوت العالي، شو بصير بالحبال الصوتية لما أنت تعيط أو تصرخ بصوت عالي؟ الحبال الصوتية رح تنقبض، فنتيجة هذا الانقباض رح يصير في عنا قصر بطول الحبال الصوتية. أما لما تتحدث بصوت منخفض تنبسط الحبال الصوتية، أي بتتمدد، فبيزداد طولها. بعدين بيجي عنا الرغامة. الرغامة رح نعرف عنها معلومات، بعدين رح نحط هاي المعلومات اللي احنا عرفناها بجوابات هاي الأسئلة. تمام. أول شي الرغامة، مثل ما نحن في عنا مري لحتى ننقل لقمة من البلعوم للمعدة، في عنا كمان أنبوب بيوصل الهواء من البلعوم للرئتين. تمام. هذا الأنبوب بنسميه نحن الرغامة. هاي الرغامة تعريفها أنبوب غضروفي مرن بتراوح طوله من 10 12 سنتيمتر. تمام. يقع داخل التجويف الصدري. حدد بدقة موقع الرغامة داخل التجويف الصدري. وين موجود؟ أمام المري. إذا أنا وين يقع الرغامة؟ في التجويف الصدري أمام المري. مثل ما حكينا أنه بالحنجرة في عنا أقراص غضروفية كاملة الاستدارة، عنا بالرغامة هاي الأقراص الغضروفية بتكون ناقصة الاستدارة من الخلف. كيف يعني من الخلف؟ يعني من ناحية المري. تمام. ليش؟ مشان تخلي الجدار الخلفي للرغامة واللي هو بيكون عضلي لا يسمح للجدار المري الواقع خلفه بالتوسع لحتى تمرر اللقمة فيه. داخل الرغامة في عنا نوعين من الخلايا الموجودة بجدرانها عم بتبطنها. في عنا خلايا مخاطية وخلايا مهدبة. الخلايا المخاطية من اسمها رح تفرز شو؟ المخاط. الخلايا المهدبة شو رح تعمل؟ مهدبة يعني مثل الشعيرات الصغيرة عليها. هاي الشعيرات وظيفتها انه تنقي او تعمل تنقية للهواء الداخل من البكتيريا الدقائق العالقة فيه، وبتدفع جزيئات والمادة المخاطية بعيدا عن الرئتين، يعني لوين؟ لناحي البلعوم. فالسر الخلايا المهدبة تدفع المادة المخاطية نحو البلعوم مشان تبعد عن الرئتين. تمام. هلا بنجاوب عن الأسئلة هون. أول سؤال، عرف الرغامة. أنبوب غضروفي مرن يتراوح طوله من 10-12 سنتيمتر. ما شكل الحلقات الغضروفية في الرغامة؟ أقراص غضروفية ناقص الاستدارة. على الحلقات الغضروفية في الرغامة ناقص الاستدارة لتسمح لجدار المري خلفها بالتوسع أثناء البلع. ما أنواع الخلايا المبطلة لجدار الرغامة الداخلي؟ خلايا مخاطية وخلايا مهدبة. على تقوم الخلايا المهدبة المبطنة للرغامة بدفع المادة المخاطية نحو البلعوم لإبعادها عن الرئتين. بعدين بيجي عنا القصبتان الهوائيتان. القصبتان الهوائيتان بتفرع الرغامة لقصبتين هوائيتين. كل قصبة بتدخل لرئة وبتفرع داخلها لفروع أصغر وأصغر. يعني بتصير كل ما دخلنا نحن لداخل الرئة بنلاحظ إنه أشياء عم تصير مجهرية أكتر فأكتر. تمام. بنسميها قصيبات. وبتكون الحلقات الغضروفية بالقصبتين الهوائيتين والقصيبات كاملة الاستدارة. ليش؟ لأن نحن بعدنا عن المري. هلا نجي على الأسئلة. على الحلقات الغضروفية في القصبتين والقصيبات كاملة الاستدارة لابتعادهما عن المري. ماذا ينتج عن تفرع القصبتين الهوائيتين؟ عدد كبير من القصيبات الهوائية. تمام. هلا بنجي آخر شي عنا الرئتين. الرئتين موجودين داخل التجويف الصدري، لون وردي، مرنة أسفنجية، سطح أملس، وبتستند على عضلة الحجاب الحاجز اللي بتفصل بين التجويف البطني والصدري. وهي بتكون مرنة أسفنجية لأنها بتعود لوضع الأصلي بعد الضغط عليها بالإصبع. إذا حكينا فسر ليش هي مرنة أسفنجية، لأنها بتعود لوضعها الأصلي بعد الضغط عليها بالإصبع. وهي مثل ما حكينا سطح أملس. ليش؟ لأنها محاطة بغشاء مضاعف نسميه غشاء الجانب، بتألف من وريقتين، وريقة خارجية ووريقة داخلية. وظيفة هذا الغشاء بيفرز سائل بنسميه سائل الجنب. ما هي وظيفة سائل الجنب؟ بيسهل حركة الرئتين بأثناء عملية التنفس.
أما هلأ خلينا نجاوب عن الأسئلة مرفقة. أول شي حدد بدقة موقع الرئتين داخل القفص الصدري. ما وظيفة الحجاب الحاجز؟ يفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني. علل الرئتين ذات سطح أملس لأنها محاطة بغشاء مضاعف يدعى غشاء الجانب. مما يتكون غشاء الجنب من وريقتين داخلية وخارجية. حدد بدقة موقع غشاء الجنب يحيط بالرئتين. ما وظيفة غشاء الجنب؟ يفرز سائل الجنب الذي يسهل حركة الرئتين في أثناء التنفس. علل تعود الرئة إلى وضعها الطبيعي بعد الضغط عليها بالإصبع لأنها ذات طبيعة مرنة أسفنجية. حدد بدقة موقع سائل الجنب بين وريقتين الداخلية والخارجية. هلأ بنيجي عند فقرة الحويصلات الرئوية. الحويصلات الرئوية موجودة داخل الرئة بنهايات القصيبات الهوائية. عدد الحويصلات الرئوية بالرئة الواحدة 400 مليون. أما إذا قالولنا ما هو عدد الحويصلات الرئوية بالرئتين نقول 800 مليون. لما بلشوا علماء عم يتعمقوا بدراسة الجهاز التنفسي لقوا إنه مساحة السطح الداخلية للحويصلات الهوائية كتير هائلة بحيث إنه بتعادل مساحة ملعب التنس. تمام، يعني من 50 ل 150 متر مربع. هي تخيلوا معي إنه هي الحويصلات الهوائية تحتوي داخلها على أجزاء صغيرة مسمية السنخ الرئوي أو الأسناخ. هي الأسناخ الرئوية هي أكياس هوائية موجودة داخل الحويصل الرئوي، بتم فيها عمليات تبادل الغازي. ليش؟ لأنها محاطة بالأوعية الدموية. وظيفتها الأساسية بصير في عنا هون تبادلات الغازية بين الهواء والدم. تمام، هلا بنجاوب عن أسئلة. أول شي عم يقولولنا حدد بدقة موقع الحويصلات الرئوية. ممتاز. بنهاية القصيبات الهوائية. كم عدد الحويصلات الرئوية بالرئة الواحدة؟ 400 مليون. بالرئتين 800 مليون. كم مساحة سطح الحويصلات الداخلي؟ 150 من 50 ل 150 متر مربع. أي مساحة ملعب تنس. عرف السنخ الرئوي كيس هوائي. حدد بدقة موقعه داخل حويصل الرئوي. علل تتم بالأسناخ التبادل الغازي لأنها محاطة بالأوعية الدموية. ما وظيفة الأسناخ؟ تتم فيها المبادلات الغازية بين الهواء والدم. هلأ نحن بنعرف إنه بعملية الشهيق نحن عم ناخد الغاز الأكسجين وعم نطرح غاز ثاني أكسيد الكربون، فلا رح نعرف نسبهم. تمام، فبغاز الأكسجين نسبته بالشهيق 21%، بالزفير 16.4%. غاز ثاني أكسيد الكربون بالشهيق نسبته 0.04%، أما بالزفير 4.2%. بخار الماء، هلأ لما بتعملوا مثلا بدكم ترسموا على ازاز الشباك، فانتوا بتعملوا بتنفخوا من تمكن، فرح يتشكل عنا بخار ماء على الزجاج، رح ينزل قطرات ماء. هاد شو بدل على انه هواء الزفير بيحتوي على شو؟ على بخار ماء. فاذا نسبة بخار الماء بالشهيق هي نسبة متغيرة. بالزفير بيكون الهواء مشبع ببخار الماء. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فهي متغيرة حسب رطوبة الجو. والزفير بتكون 37 درجة مئوية، أي على نفس درجة حرارة الجسم. أما بالنسبة مثلا للغازات ما إلى دخل بعملية التنفس مثل مين؟ غاز الآزوت، مثلا الكلور، هدول كلياتهم غازات ما إلهم دخل بعملية التنفس، فلهيك بتكون نسبة نفس الشي بالشهيق والزفير. أما هلأ رح نقارن بين عملية الشهيق وعملية الزفير من حيث حركة الهواء، حجم الرئتين، وعدد الحجاب الحاجز. بالشهيق أخذنا هواء، شو عم يصير؟ الهواء حركته هل عم يخرج من الرئتين أم عم يدخل عليها؟ عم يدخل عليها. بالزفير عم يخرج من الرئتين. حجم الرئتين بالشهيق عم تتعبى الرئتين هواء، فرح يكبر حجمه ولا يصغر؟ رح يكبر. بالزفير رح يصغر. حجاب الحاجز، ما دام نحن تعبت الرئتين فرح يزداد المساحة بتجويف الصدري، فرح ينزل حجاب الحاجز، يعني رح يتقلص وينخفض الأسفل.
أما بالزفير رح يسترخي ويرتفع للأعلى. وهلأ رح أترككم مع حل التقويم النهائي للدرس. بتمنى يكون فهمتوا. شكرا لحسن الاستماع.